ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. لو اول مرة تشوفوني، انا ياسمين ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. وكمان ما تنسيش الكومنت القمر اللي هتصلي بيه على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. زي ما شفتوا كده من عنوان الفيديو، 5 جنيه اهي. ال5 جنيه دي تقدري تعملي منها ثروة، تقدري تبني بيها قصر. ازاي يا ياسمين؟ هقول لكم ازاي دلوقتي. انا نفسي اتفاجئت بنفسي، يعني انا مش عارفه اوصل لكم اللي انا فيه ازاي والاحساس اللي انا فيه ازاي لما قريت الكومنت ده والفكره جات لي من الكومنت ده. احنا ناسين حاجات كتير قوي مهمه قوي يا بنات. الكومنت بيقول ايه؟ متابعه قمر بتقول لي ويا ريت يا ريت اتمنى ان هي تشوف الفيديو ده. انا عامله حصاله وبجمع فيها 5 أو 10 جنيه، وكل كام شهر لما احوش مبلغ بطلعهم اطعام على روح بابا الله يرحمه. ايه ده؟ ما شاء الله، ايه الاخلاص ده؟ احنا كل فيديوهاتنا او اغلب الفيديوهات على اليوتيوب ازاي نحوش ونجيب دهب، ازاي نحوش ونجيب عربية، ازاي نحوش ونجيب شقة. مفيش حد اتكلم ازاي نحوش ونعمل كده تجارة مع الله سبحانه وتعالى، اللي هو ايه؟ ولد صالح يدعو له. هما اهالينا بيخلفونا وبيعلمونا وبيتعبوا فينا ليه؟ عشان لما ربنا يعني ياخد امانته ويسترد امانته، احنا نفتكرهم ازاي؟ اقل حاجة لو معناش فلوس الدعاء. بس على فكرة، ال5 جنيه دي مش هتأثر على ميزانيتي في اي حاجة خالص. 5 جنيه دي اركب بيها مواصلة، حتى مش هتكفي، يعني مش هتكفي ان انا حتى اركب بيها مواصلة. ال5 جنيه دي ولادنا ما بيرضوش ياخدوها مصروف، والله ما بيرضوا ياخدوها مصروف. يقولك ايه دي تجيب ايه دي؟ فلما 5 على 5 على 5 اجمع مثلا 50 جنيه واعمل وجبة صغيرة. انا كنت شفت فيديو على الانستجرام في رمضان اللي فات عن يوتيوبر او بلوجر عملت اطعام عدس. عارفين يعني ايه عدس؟ وبلوجر كبيرة جدا ومشهورة قالت يا جماعة، ولا يعني ما تحقريش من شأن او امر معروف، يعني ما تقوليش ده عدس. ايه عدس ده؟ لا، كنا ساعتها في الوقت ده شتاء، وجابت علب بلاستيك وعبتهم عدس ووزعتهم على الناس، وكل علبة فيها رغيفين عدس. مش هقولك وجبة فظيعة لحمة وفراخ او سمك او مثلا شوية رز وخضار ولحم، لا، عملت عدس ووزعته لله اطعام. ايه ده؟ يعني احنا ناسين حاجات كتير قوي قوي، ناسين فضل ناس كتير قوي قوي علينا، ناسين فضل اهالينا علينا، تربيتهم، تعليمهم، شقاهم علينا. ممكن يكونوا حرموا نفسهم من حاجات كتير، وانا حاسه بكده لان انا بحرم نفسي من حاجات كتير عشان خاطر ولادي يتعلموا، عشان اعمل لهم مستقبل. ممكن يبقى نفسي في حاجه عايزه اشتريها، اجلها فتره طويله، مش مثلا يومين 3 ولا شهرين 3، ممكن سنه 2 3 عشان اجيب الحاجه دي، عشان عايزه اعمل حاجه لمستقبل ولادي. عايزه اجيب لابني طقم، عايزه ادفع له في مصاريف المدرسه، عايزه اوفر لهم فلوس عشان اجيب لهم شقه نستقر، عايزه اعمل لهم كل حاجه هم. طيب، في حاجه اسمها شكر، يعني رد الجميل لاهالينا. ندعي لهم بالرحمه، نتذكرهم دايما. ومش بس كل حاجه يعني اقوال، فين الافعال؟ الاطعام ده ال5 جنيه اقسم بالله ما هتاثر علينا في حاجه. لو يوم ويوم، لو كل 3-4 ايام حطيتيها، على اخر الشهر او كمان شهرين جمعتي 50-100 جنيه، هاتي على قدهم كام وجبة وزعيهم على روح والدك، على روح والدتك. يعني ده البر، ده البر. مش معنى ان هم توفوا يبقى برهم اتقطع خالص خالص يا بنات. مش معنى ان الاب توفى او الام توفت خلاص البر انقطع، ما نبرهمش، لا. ولد صالح يدعو له.
ما هو اللي انت هتعمليه كما تدين تدان. اللي انت هتعمليه في والدك ووالدتك هيتردلك بعد ما ماتك. الله اعلم مين اللي هيسبق التاني، بس كلنا نعمل على اننا هنموت. يعني فاهمين قصدي؟ كلنا بنعمل وبنعمل لله، عشان مش كلنا مش ضامنين الدقيقة الجاية، الثانية الجاية، الساعة الجاية، مش ضامنين حاجة. فتعملي لأهلك، لوالدتك، لوالدك، لحد من أهلك توفى مثلا وعمل ذنب وحابة ان يعني تخففي عنه، الإطعام. كل الحاجات دي بتوصل، كلها بتوصل. كل حاجة بتعمليها لله بتوصل، وبتوصل ليكي، بتاخدي انت ثواب عشان انت عملتيها، وبتوصل لصاحبها. فأتمنى يعني أنا بشكرك، أنا حقيقي بشكرك. يعني شكرا ان انت بعتيلي كومنت زي ده، شكرا على تربية والدك ومامتك ليكي. ربنا يجازيهم خير ويجازيكي خير. انت انسانة محترمة، انت انسانة بيطمر فيك التربية. انت يا بخت يعني زوجك بيكي، ويا بخت اولادك بيكي. ربنا يا رب يرزقك يا رب، ويخلف عليكي، ويطول في عمرك، ويبارك في عمرك، وتعيشي اعوام مديدة فيها بركة، عشان يعني عشان تبري اهلك بعد وفاتهم. انتي يعني يا ريتك اختي، يا ريتك صاحبتي، يا ريتك يعني قريبة مني، لان انا اتعلمت منك، حقيقي اتعلمت منك النهاردة حاجة مهمة جدا. وحبيت ان حبايبي واخواتي وبناتي هم كمان يتعلموا منك، لان ممكن كلنا في زحمة الغلا وزحمة التصارع على المال والتصارع على الحياة، وكلنا عايزين نحوش ونوفر ونعمل ونسوي، ننسى اهالينا، ننسى الناس اللي عملتنا. اهلي هم اللي عملوني، هم اللي خلوني كده ياسمين كده قدامكم، قاعده قدامكم بتكتبوا لها كومنتات وبتشكروها وبتشكروا في تربيتها وفي اخلاقها. اصلا مين اللي رباني؟ مين اللي عمل ده كله؟ مين اللي شقى عليا؟ بابا الله يرحمه، وماما ربنا يديها الصحه. ف لا بجد بجد الكومنت انا كل ما اسرح شويه يجي قدام عيني، لان لانه كومنت مميز، انا اعتبرته من الكومنتات المميزه عندي في القناه، ومن الكومنتات اللي فوقتني. لان انا كل فيديوهاتي نوفر ونجيب شقه، نوفر ونجيب عربيه، نوفر ونجيب دهب، نوفر ونجيب مش عارفه ايه. طب فين ونوفر ونعمل حاجه لاهالينا، حاجه تساعدهم، حاجه نقطه في بحر من اللي عملوه عشاننا. فال5 جنيه دي ملهاش اي 30 لازمة. ممكن مش معكيش ال5 جنيه، الفلوس الفكة اللي احنا بنحطها، ممكن انتي حاجة بسيطة قوي تجيبي عيش وتجيبي طعمية بس، وتعملي سندوتشات طعمية وتحطي عليهم شوية سلطة وتكيسيهم في اكياس، حاجة مش هتكلفك 30-40 جنيه. والصبح بدري كده تعدي على كل حد، مثلا حد بينظف الشارع، الناس بتوع النظافة، الناس اللي بيبيعوا مناديل، الناس البسيطة، الناس اللي بيبيعوا خضرة الصبح، دول ناس بسيطة قوي. الناس اللي بتسعى على رزقها الصبح دي، الناس اللي بتقول حاجة لله ومع عيال صغيرة، لو قلت لها يعني بطريقة شيك صباح الخير، ازاي حضرتك، ازاي حضرتك، انا حبيت ان انا يعني نفطر سوا مع بعض، دي حاجة بسيطة لله. ادي الحاجة كده بلطافة، بشياكة، ببهجة. حسسيه ان انت مش بتأكليه ولا بتطعميه ولا بتمني عليه، لا حسسيه ان انت بتشاركيه. ده انت ممكن تقعدي جنب الشخص ده او جنب الحد ده وتفطري معاه، تطلعي ساندوتش كده وتقعدي معاه تشاركيه، هيحس بالفرحة وبالسعادة. انت ذات نفسك لما هتمشي وتسيبيه هتبقي حاسة ان الارض مش تحتيكي، ارض تحتيكي كده، يعني حاجة كده طايرة، كأنك طايرة في السماء فرحانة. فهو ده البهجة الحقيقية، هو دي التجارة الحقيقية، ان احنا نتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، وما نغفلش عن اهالينا اللي ربونا وتعبوا فينا وشقيوا فينا. واعملوا حساب كلها تعملوا دلوقتي هتلاقوه بكرة في ولادكم، يعني مش هتتنسوا. لا بص، مهما عدى الزمن مش هتتنسوا. انا بتذكر بابايا الله يرحمه على طول، وبدعيله بالرحمة وبفتكره دايما في دعائي وفي صلاتي وفي قراءة القرآن. بس وكل فترة وفترة ممكن الواحد يخرج حاجة لله. بس حتة الإطعام دي ما كانتش في بالي، ان انا اعمل إطعام ليه، دي ما كانتش في بالي ابدا، تايه عن بالي. فانا بشكرك، يمكن ربنا سبحانه وتعالى سخرك ان انتي تبعتيلي كومنت زي كده عشان تفكريني بحاجة انا غافلة عنها،
انا مش في دماغي اصلا، يعني فاهمين قصدي؟ يعني الحتة دي مش في دماغي، انا ممكن ماشية في سكة تانية، في طريق تاني، يعني في طريق تاني في البر بتاع اللي والدي الله يرحمه، لكن ده احسن، ده افضل، ده اجمل. يعني الاطعام ده احنا بنعمله، يعني لما مثلا بنتي بتعبت او ابني بيتعب او مثلا كده، بنعمل الاطعام ده للناس اللي عايشين حوالينا، فاهمين قصدي؟ لكن بننسى نعمل للناس اللي فرقونا وسابونا، بننسى دايما، بنتذكر اللي حوالينا وبننسى اللي فرقونا وسابونا. فربنا يرحمك يا بابا ويغفر لك، وانا اسفه ليك، اسفه ليك ان انا نسيت حاجه زي كده، انا اسفه بجد، يمكن تكون انت محتاج لها. فربنا يرحم اموات المسلمين جميعا، وييسر امورنا جميعا، ويجعلنا برين باهالينا في حياتهم وبعد مماتهم، لان اهم حاجه بعد الممات. يقولك البعيد عن العين بعيد عن القلب، لكن هم لا، سبحان الله، هما بعيد عن العين بس عمرهم ما فرقوا ده ولا فرقوا ده، ولا عمر صورتهم ما سابت يعني عينينا، ما فرقتش عينينا ولا قلوبنا. فزي ما بقول لكم، دي ملهاش اي لازمه خالص خالص يا بنات، ماليها اي 300 لازمه. انا ممكن احوشها 5 جنيه، 150 جنيه في الشهر، الشهر اللي بعديه 150، اروح اجيب بيه بريمه دهب، خلاص يعني جبت بيها حاجه دهب، هتعمل لي ايه؟ لكن انا اقدر اعمل عمل ممكن يبني لي قصر في الجنه، ممكن يبني لوالدي قصر في الجنه، ممكن هو في مكانه يشدني. هو دايما لما يكون مثلا حد من اهلنا ربنا كرمه بدخول الجنه، بيبتدي بقى يسأل على اهله، يبتدي يرقينا، لو احنا مثلا في درجة اقل يرقينا، يطلعنا معاه. فيا رب يجعلنا دايما من المرتقين كده في الجنة وفي اعلى درجات الجنة، ويا رب يحشرنا مع الشهداء والصالحين والانبياء. انا اسفة، يعني ممكن الفيديو ما يكونش من الفيديوهات اللي انتوا بتستنوها، هنوفر ايه ونحوش ايه ونجيب ايه ونعمل ايه، بس انا شايفة ان ده احسن بكتير، احسن ليا وليكم. كومنتك غسل قلبي وغسل روحي وفوقني وشال عني غفلة أنا كنت فيها، جزاك الله ألف خير يا روح قلبي. للأسف الكومنت بتاعك الأكاونت بتاعك طالعلي بيوزر مش طالعلي باسم، فياريت تكتبي لي اسمك عشان أشكرك فعلا، وأنا هثبت لك الكومنت بتاعك على الشاشة عشان ده حقك، ومش عارفة أقولك إيه. عموما يا رب يا رب يجعله في ميزان حسناتنا الفيديو ده، وشكرا ليكم، واسفه على الاطاله. متنسونيش باللايك، الشير، السبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات حلوه كتير. مع السلامه، وما تنسوش تصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات حلوه كتير. مع السلامه.